إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تيفي، أهلا وسهلا بكم. هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. لقب جديد لبونو على حساب كريستيانو رونالدو. توج نادي الهلال الذي يلعب له الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بلقب السوبر السعودي لكرة القدم السبت بعد فوز كاسح أمام النصر بنتيجة 4-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر بهدف لا يلام عليه بونو عند حدود الدقيقة 44. هذا وكسر رونالدو عقدة الحارس المغربي وهز شباكه للمرة الأولى في الملاعب السعودية، وتحديدا منذ انضمام الأخير لصفوف الزعيم في صيف 2023 قادما من إشبيلية الإسباني. لكن هدف رونالدو لم يكن كافيا، حيث انتفض الهلال في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف في ظرف 17 دقيقة عبر سافيتش في الدقيقة 55 وميتروفيتش في الدقيقتين 63 و 69 ومالكوم في الدقيقة 72. وبلغ النصر المباراة النهائية من كأس الدرعية لسوبر سعودي بفوزه على التعاون قبل النهائي بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو، بينما فاز الهلال على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله في مواجهة تألق فيها بونو بعد صده لركلة ترجيحية. خيرون يخطف جوهرة المغرب. أعلن نادي جيرونا الإسباني عن صفقة جديدة أثارت اهتمام عشاق كرة القدم بتعاقده مع الموهبة المغربية محمد الحموني. اللاعب الذي كان محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية اختار الانضمام إلى خيرونا بعد فسخ عقده مع نادي لو هافر الفرنسي. وتعد هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة الحموني الذي برز اسمه بعد تألقه اللافت في صفوف المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة. وقام نادي خيرونا الإسباني بالإعلان عن هذه الصفقة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة للحموني بقميص الفريق، مما زاد من حماس الجماهير التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية اللاعب في الميدان. وعلق النادي على الصورة قائلا: انضم محمد الحموني إلى خيرونا، وصل من لو هافر ونال الصفقة الدولية مع منتخب المغرب. هذا الإعلان الرسمي جاء ليؤكد أن النادي الإسباني استطاع حسم التعاقد مع الجناح المغربي الموهوب، متفوقا على أندية أخرى كانت ترى فيه مشروع نجم صاعد قادر على تقديم إضافة نوعية في أي فريق ينضم إليه. وظهر محمد الحموني إمكانيات كبيرة في كأس العالم لأقل من 17 سنة، حيث لفت الأنظار بفضل أدائه المميز الذي ساهم في وصول المنتخب الوطني إلى دور ربع النهائي من البطولة. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله.